خبر حزين لكل اخواتي الزملكاويه، رسميا النادي الزمالك لن يشارك في دوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك لن يشارك في دوري ابطال افريقيا بسبب المديونيات والقضايا اللي عليه اللي مش هيقدر يخلصها، وبنسبه كبيره هيشارك بدلا منه النادي الاهلي، والنادي الزمالك كمان ممكن ما يشاركش في الكونفدراليه، وهيحرم نادي الزمالك من اي مشاركات افريقيه زي ما قلت لك بسبب المديونيات والقضايا اللي عليه التي لم يتم تسويتها. وطبعا الكلام ده وفقا لتصريحات 2 اهلاويه كانوا قاعدين جنبي على القهوه. ايه يا اسطى مالك اتخضيت ليه؟ مالك بتروح ليه كده واي كلمتين يودوك ويجيبوك؟ انت راجل زملكاوي، انت راجل بطل الدوري، يعني الوقت الحالي كل اللي عليك انك تفرح بس، وكل الكلام اللي انت بتسمعه ده يا صديقي عشان خاطر يكسروا فرحتك. هو دلوقتي مش طايق يشوفك فرحان، فبيحاول يكسر فرحتك باي شكل ممكن. هو لقى قصة عندنا منه كتير، والدوري رقم 15 خدناه سنة 79 والحكايات دي كلها مش جايبة معاك، فقال لك ازعله ازاي؟ اهز ثقته في حتة ان هو هيشارك في دوري ابطال افريقيا السنة الجاية. كل اللي بتسمعهم في الميديا وفي الاعلام بيقولوا البقين دول هم كل هدفهم ما يشوفكش فرحان، وكل اللي بيسمعوا الكلام ده وعاملين نفسهم مصدقين وهم مش مصدقين ولا حاجة، هم بس بيعشموا نفسهم عشان العشم واخدهم ورا مصنع الكراسي. طب انت دورك ايه دلوقتي يا صديقي؟ انت دورك دلوقتي انك تفرح وتكمل فرحة وتكمل احتفال وتكيد فيهم اكتر واكتر. اما بقى قصة القضايا والديون والمستحقات والحكايات دي كلها انت كراجل مشجع مالكش دعوة بيها، ده شغل ادارة. انت كراجل مشجع تعبت طول الموسم وحاليا من حقك تفرح. ايه بقى اللي جاي والداخليات ايه مش بتاعتك انت خالص. افرح ياض انت وهو، يلا ده احنا ابطال اهم دوري في تاريخنا. افرح وزود في الفرحة هتلاقي كل الكلام ده اتبخر، لان زي ما انا وانت وكلنا عارفين البني ادم اللي عشمه لا مؤاخذه كبير بيضطر يصدق احمد شوبير. روح يا عم اتبسط واحتفل وحفل يا جدع انت، واحنا بنحفل كل يوم. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده واحتفالات يا اعظم جمهور على وجه الكوكب، واشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى زملكاويه.